يا سيدي يلا بينا نعمل مع بعض المبكبكة. مش فاضية جعانة وقتك ضيق، عايزة تاكلي أكلة حلوة يبقى لازم تجربيها، ولو عايزاها من غير صوص هتلاقيها. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة. يا صباح الفل والورد والياسمين. يلا بينا نعمل مع بعض المكرونة المبكبكة. أول حاجة هنقطع معانا الخضار. يلا معايا هنا في المكونات 3 بصلات صغيرين أو بصلاية كبيرة، معايا نص قرن فلفل ألوان أو قرن فلفل صغير ألوان، ومعايا قرن شطة سبايسي لو ما عندكيش أطفال، ولو أطفالك بتحبي الحنط افتحي القرن وسيبيه، لو بتحبه حراق خالص قطعي معاكي قرن الشطة مع الفلفل الألوان. أصل المبكبكة بتكون طعمها حراق فبتكون حلو وبتدفي كمان. ومعايا كمان ربع كيلو، يعني بين الربع وبين النص اللحمة، ومعايا كيلو إلا ربع من المكرونة. لازم نقطع كل خضارنا قبل ما ندخل على الوصفة علشان خاطر نيجي نعمل أكلنا على البوتاجاز يكون كل حاجة معانا. أصل المبكبكة بتنعمل بالزيت الزيتون، ولكن أنا حطيت معلقتين زيت زيتون ومعلقتين زيت عادي. هننزل أول حاجة بالبصل. خلي بالكم وانتوا بتستخدموا زيت الزيتون، في زيت بينفع ينحط على النار وفي زيت ما بينفعش ينحط على النار. وهنتبل معايا البصلاية، وأول البصلاية ما تدبل معايا كده هنقطع معايا اللحمة قطع صغيرة جدا. ليه؟ علشان ما تغيبش معايا في السوا ونختصر من الوقت السوا بتاعها وتستوي مع المكرونة وتكون حلو. اللحمة تستوي مع المكرونة متستعجلوش، خليكوا بس مركزين وهتعجبكم الوصفة بتاعتي النهاردة. معايا كام قطعة من اللحمة كده زي ما قلت لكم قطعتها، ونشوحهم كده مع البصل. عايزين البصل مع اللحمة الاتنين اللون بتاعهم يقلب للون تاني خالص، لون أصفر كده من التتبيلة. ونسمي الله قبل ما نبدأ نعمل أكلنا عشان أكلنا يكون في بركة. كل سنة وانتم طيبين. يلا الأيام بتجري وداخل علينا شهر رمضان الكريم. مين بقى اللي صايم النهاردة؟ أنا النهاردة صايمة، ولكن امبارح فاتني لأن احنا في دول أوروبية هنا أيامنا كلها شبيهة من بعضها. يلا الحمد لله. معايا هنا فصين توم، نص معلقة توم. اللحمة مش بتحب التوم ولكن أنا بحب أدخله كده في الأكل. ممكن كمان المبكبكة تعمليها بالفراخ، تقطعيها مكعبات وتشوحيها كده زي اللحمة، وممكن تستخدمي لها الصدوق. معايا من التوابل كركم فلفل أسود ملح وشطة. يا سيدي يعني خلوها ايه كده مولعة نار كده، يعني شطة بودر وشطة قرون. المهم ان انت هتاكلي كده وتدفي لان الجو تلج، ودي احسن اكلة. لحد كده ممكن تسوي اللحمة وتاكليه كباب حلة. هديكوا كام وصفة النهاردة فظاع. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك، ومعذرة على الصوت لان عندي برد شديد. نشوح بقى معايا اللحمة كده ونتبلها بالتوابل وتدي المذاق العالي والريحة تملى المطبخ. هنغطي عليها ونسيبها يعني 5 دقايق تستوي كده الأول على نار متوسطة. رجعنا تاني، ايه السرعة دي؟ خلاص بقى اللحمة تغير لونها والبصل والتوابل، ننزل بقى معايا بالفلفل والشطة، وده اللي هيظبط معاك الوصفة. أهم حاجة الفلفل الألوان والشطة في الوصفة، هتخلي معاكي في الصوص كده عالي كده وميكس. ونرجع تاني ونغطي عليها ونسيبها 10 دقايق على نار هادية. ليه؟ عايزة اللحمة تستوي كده، يعني قولي نص سوا مع الخضار مع البصل، هتديكي ميكس كده وطعم حلو خالص وتحلي من الصوص بتاع المكرونة. يا سيدي رجعنا تاني. انزلوا بقى حط لنا اللايك كده على طول على السريع، والاشتراك لو انت لسه جديدة معايا وما اشتركتيش في قناة وفاء خالد. بعد كده هنقلب معايا الخلطة بتاعتنا الجبارة ونركنها تاني على النار 10 دقايق. لحد كده يعتبر معايا اللحمة استوت نص سوا. بعد ما بتستوي معايا النص سوا، ما عندك طماطم ممكن تضربها في الخلاط، وصلصة اللي هي الخام. لو انت بتوع العربية الصلصة البراطيم اللي بتكون خام، وطماطمتين فريش تضربيهم. طب لو انت في دولة أوروبية حط الصلصة العادية خالص الموجودة عندنا، دي بتكون ميكس بين الصلصة وبين الطماطم الفريش.
فبتديكي نفس النتيجة. خلاص بقى هنسيبها كده، وبقى نسيبها الأول 5 دقايق، وبعد كده نزلت عليها بمية تكون بتغلي. ما أنا مش عايزة أضيع بقى التتبيلة والحلاوة اللي أنا وصلت لها يا سيدي. هنغطي عليها ونسيبها كمان تستوي ربع سوا، يبقى كده معايا 3/4 سوا يا سيدي. شايفين الصوص كده والحاجات اللي جت على جنب والغليان والحاجات الحلوة دي؟ نتأكد بقى معايا إن اللحمة استوت 3/4 سوا. أيوة، نمسك كل قطعة كده، ممكن تكون في قطعة كانت بعيدة، قطعة قريبة، ولو في قطعة حتة بالعظم كده مفيش مشكلة، كل ده بناكل نعضعض ونرمي العضماية ولا أي حاجة خالص. خلاص بقى كده هننزل معايا أول حاجة بكيس مكرونة، ونسمي الله بسم الله يا سيدي. هي المكرونة هتستوي في الصوص ده؟ هتستوي، هتكون زي العسل. عايزة تستكفي بالنص كيلو، في المعيار ده يكون أفضل. أنا هنا هزود كمان نص كيس من المكرونة. أهم حاجة لو هتحطي كيسين مختلفين تتأكدي إن تكون نفس الحباية، وعشان تكون طعمها حلو هي الحباية الصغيرة اللي بتكون حلوة في المبكبكة، حاجة كده طعمها خيال. هنخلي بقى المكرونة كده متغطية بالمية فوق منها 2 سنتي 3 سنتي. أنا كان ممكن أعملها في الحلة، ولكن أنا بعمل في الطاسة علشان بحس إن الإضاءة بتاعتها في التصوير بتكون واضحة ليكم، يعني كل حاجة بتكون ظاهرة. أما انت لو هتسويها تكون أفضل إنك تسويها معاكي في الحلة. هنغطيها بقى بالمية كده وندوق الحدق بتاعها بقى مظبوط تمام. عايز ملح، عايز فلفل أسود، نرجع نضيف تاني. المهم إن احنا نتابع معايا المكرونة. أنا هنا زودت كمان معلقة فلفل أسود، أما الحدق كان مظبوط. طيب لو الحدق كان عادي تزودي ملح، مفيش حاجة خالص. هغلفها كده بالسلوفان وهدي النار، اخليها متوسطة، لا هي عالية ولا هي واطية. ونشوفها بعد 10 دقايق. كان ده المنظر، يعني نقلب بقى اللي فوق تحت واللي تحت فوق كده. هي كده مستوية، عايزاها تاكلها كده بالصوص بيكون حلوة خالص وطعمها جميل. ولو طفيت عليها وسبتيها كمان 5 دقايق هتلاقي الصوص ده اتشرب. المبكبكة بتحب تتاكل أول ما تنزل من على النار، يعني هي فيها الصوص كده والحباية مستوية بتتاكل بالصوص بتاعها كده طبيعي. ولكن أنا كنت استنيت 5 دقايق عبال ما الأولاد يجوا من المدرسة، فكان الصوص اتشرب معايا، ولكن طعمها هو طعم فظيع كده، وحاجة فظيعة ما شاء الله. بألف هنا وشفا اللي أكل منها حاجة. اللحمة مع المكرونة مدية ميكس كده تحفة. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، متنسوناش في اللايك والاشتراك. أسيبكم في رعاية الله.